كده فرق بعيد. فبالمقابل انت دخلت بطوله، الجمهور دلوقتي عمال يسال هو انت دخلت البطوله دي ليه؟ طب هل بلعيبه صغيره عشان تطلع لقدام، ولا او يعني نديها استثمار او نديها زقه ونستثمر فيهم عشان كده؟ طب هل اهلت لعيبه من دي كابتن حسام حسن هياخدهم معاه في كاس الامم للمنتخب الاول؟ لا برضه. طب هل انت خدت لعيبه عشان تكسب البطوله دي؟ يحوش لللايف، يحوش لللايف احنا على الهوا. اه والله. فانت اتكلم بحماس يعني وكده ولا حماس؟ ولا اتكلم زي ما انت كنت بتتكلم. هو يعني قول لي ايه رايك؟ لا بقى يعني بجد كراجل. انتوا خدتوا بالكم اللي بيحصل؟ خدتوا بالكم بيعملوا ايه؟ خدتوا بالكم هم احساسهم ايه بره الكاميرا وبيطلعوا يقولوا لنا ايه؟ خدتوا بالكم النفاق؟ خدتوا بالكم التحدي والضحك وقله الادب اللي بتحصل في وقت اللي المصريين فيهم كلهم دمهم محروق؟ شايف الراجل ده المفروض ان هو بيمثل الكره المصريه. هتقول لي ازاي؟ هقول لك هو من ضمن الاعضاء في اتحاد الكوره وليه كلمه في اتحاد الكوره. ده بيمثل جزء كبير قوي من الناس اللي المفروض عليهم المسؤوليه تجاه الشعب المصري. يعني ده ممكن يبقى سبب من الاسباب اللي وصلتنا للنتيجه اللي احنا فيها دي. عارف ايه النتيجه اللي احنا فيها دي؟ بسببها وصلنا، بسبب المحسوبيه، بسبب المجاملات. يا كابتن حلمي خد انت مسك المنتخب، ده كان بيتكلم مش عارف ايه وكان مع مين، ندخله في الاتحاد. ما هي سويقه بقى، سويقه. واللي يحاسب على كل الفشل ده كله هو احنا، الجمهور المصري البسيط الغلبان اللي همه في مشاكل الدنيا بقى كبير لدرجه ان الكوره هي اللي بقت بتفرحه، الكوره هي اللي بقت بتسعده. لحظاتنا في الحياه اللي بتفرح بقت حاجات قليله قوي، عشان تيجي ناس زي دي تكون لابسه ماسكات ولابسه قناعات تطلع تكلمنا بيها، بعد الهوا يقوم شايل القناع ويتعامل بطبيعته عادي جدا، اللي طبيعته اصلا مش على دماغه ولا على هواه ولا في دماغه مسؤوليه منتخب مصر ولا النتيجه ولا ايه اللي حاصل للمنتخب. انا مش عارف يعني، انا لو شفت الراجل ده في الشارع هعمل فيه ايه؟ الناس كلها دمها محروق وهو بيضحك ويهزر عادي. يعني اكتبوا لي في الكومنتات، اكتبوا لي في الكومنتات، ده اللي بيضحك ده مفروض احنا كمصريين نعمل معاه ايه؟ مفروض الدولة تعمل معاه ايه؟